السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهاردة التنظيفات الشهرية بتاعت الأجهزة الكهربائية زي التلاجة، غسالة الهدوم، غسالة الأطباق، الميكرويف، المكنسة. في بقى الأجهزة التانية زي الخلاطات والكبة والحاجات البسيطة دي، عادي طول بقى ما احنا واقفين في المطبخ بنقدر ان احنا نغسلها على طول او نمسحها. هنا التلاجة مش عارفة كان وقع فيها ايه، فقلت بقى خلاص ان انا اطلع الارفف بتاع التلاجة بتاعتي، هي زي الشبك مش اكليريك. وقلت ان انا بقى اطلعها واغسلها بغسلها بشوية خل وكلوريكس الوان بس، يعني ما بعملش فيه اي حاجة تانية. بدعك وزي ما انتوا شايفين ما بحطش كتير جدا. بس كده، وبالفوطة ببتدي ان انا امسح على طول. الفوطة دي من احلى الفوط اللي هتقدري ان انتي تستخدميها، وبتشرب وبتلم الرغاوي وبتعمل حاجات كتير جدا. يعني انا الفوط دي معتمداها في كل حاجة. بص خلاص، هنا كنت غسلتها ونضفتها في الدرج ده. انا حاطه الحاجات اللي هي الزعتر والحاجات الاعشاب، علشان انا عندي علبه للخضار فما بستخدمش الدرج خالص للخضار. هنا بقى قلت ان انا ادعك الباب بالفرشه الصغيره كده عشان اقدر اجيب الحاجات الرفيعه اللي الاسبونشة مش هتقدر ان هي تجيبها. بصوا التلاجة دي الحمد لله هي معايا بقالها كتير جدا يعني. بالمحافظة هتقدري تخلي الحاجة تقدر ان هي تعيش معاكي. طول ما انت ايدك في الحاجة هتعيش فترة اطول، هتنضفيها. لكن كل ما هتسيبيها تتراكم مش هتنضف معاكي على طول وهتبقى صعبة. يعني ده الميكرويف. حطيت هنا سلطانية فيها مية واحط فيها خل، وهسيبه يشتغل 3 4 دقايق عشان البخار يبقى موجود في الميكرويف. اهم حاجة ان انتوا تحطوا المية كده بكمية كبيرة تعدي ال4 دقايق، مش شوية مية صغيرين هتسمعي صوت فرقعة كده في الميكرويف. كده برضو صبنته برضو بالسبونشة وبنشفه كويس جدا علشان خاطر ما يكهربش. الحاجات دي لما بيوصلها مية بتفضل متشبعة بالمية كده، بتفضل تكهرب. ف بصوا كده خلاص، بعد ما خلصتوا الحاجات السودة دي حاجات كده مبصمة فيه ما بتطلعش. وبصراحة افضل حاجة ان انتوا تجيبوا الغطا بتاع الميكرويف علشان خاطر طرطشة الاكل. انا هو مش عندي فبيطرطش على الباب. بصراحة الحاجات دي لما بتنضف اول باول بتفضل عايشة معاكي فترة اطول. دي غسالة الأطباق. دي 14 فرد. أنا بغسلها وبغسل الرشاشات وبغسل الصفاية بتاعتها. الصفاية والمصفى أنا دول بغسلهم على طول، يعني مش شرط الغسلة دي بس، لأ. أنا بشيلهم على طول بعد كل غسلتين تلاتة أروح مطلعاهم غسلهم كده على الحوض، عشان بقى لو في بقايا دهون بقايا أكل بتلحقي تنضفيهم ما يعملوش صدى وترسبات ويخلوا ريحة الغسالة مش حلوة، اللي هم دول اللي أنا هشيلهم. الرشاشات بقى انا مش هشيلهم، انا هصبنهم وهم فيها اهو. بصوا حتى هم نضاف مش فيهم اي حاجة. آم، هغسلها بس مش هدلق برضو فيها مية. اساسا الغسالة بتكهرب، يعني لازم اقفل الارضي بتاعها علشان خاطر ما تكهربنيش. فلو دلقت فيها ميه بقى يحصل فيها ايه؟ حاولت ان انا احط فيها المسحوق بتاع الغسالة عشان ما يعملش رغاوي معايا كتير قوي او يأذي الجلد بتاعها، لان انتوا عارفين طبعا المساحيق التانية بيبقى فيها شوية كيماويات، فالجلد هيتقطع منها مرة على مرة على مرة هيتقطع. هنا انا جبت الفرشة وصبنتها كويس الرشاشات وتحت وفوق، والمية اللي موجودة جوه دي ومكان الملح. كل الحاجات والملح والزيت والحاجات دي بيعملوا ترسبات على الغسالة. عشان تعيش معاكي فترة اطول برضو لازم ان انتي تغسليها كل شهر غسلة حلوة كده وتنشفيها، بحيث ان هي تعيش معاكي فترة اطول. كل ما تحافظي على الاجهزة صدقوني هتعيش. والمحافظة اللي هو ان احنا نعتني بيها ما نهلكهاش. طبعا انتوا عارفين سعر الاجهزة دلوقتي بقى عامل ايه يعني بصراحة هو مش راكب طيارة هو طالع الصاروخ. لا بصراحة ربنا يلطف بينا يا رب ويلطف بعباده، وكل اللي ما اشتراش حاجة ان شاء الله ربنا يكرمه ويرزقه يشتريها ان شاء الله.
الأجهزة دي رزق ونصيب ومفيش حاجة بتيجي كده وخلاص، لأ هو ربنا قاسم لنا إن إحنا نشتري الحاجة دي في الوقت الفلاني في الميعاد الفلاني، ربنا بييسّر لِك ويدبّر لِك أمورها بحيث إن أنتِ تشتريها، لإنها من نصيبِك، لكن لو مش من نصيبِك خلاص استعوذي ربنا وإن شاء الله ربنا يهديكِ بحاجة أحسن، لإنِّك ممكن تجيبيها وتتحرق، وممكن تجيبيها وما تعيشش معاكِ، فهي الحاجات دي برضه رزق وقدر. هنا كده خلاص أنا نشّفتها كويس جدًا وهانشّف الرشاشات، بُصّوا هاخلّيها ما فيهاش ولا نقطة مَيّة. أنا لازم قبل ما أفتح هي الغسالة ما شاء الله عندي بعد ما بتخلّص الprogram بتاعها بتفتح لوحدها، عشان البخار بتاعها يطلع يعني. هي زانوسي 14 فرد. فلكن لو لمستها من غير ما أشيل الفيشة بتاعتها أنا باتكهرب. ومش انا بس يعني اي حد عندي، ممكن مش كل الغسالات يعني. هنا خلاص بصوا برضو هبتدي المع الستانلس بتاعها كويس جدا. انا حاطه على الغساله دي من بره، عارفين الكفر بتاع الغسالات الاوتوماتيك اللي هو بتاع الغسالات بتاعه الهدوم، بيكون في كفرات كده شكلها حلو وبسوستتين من الجنب وكده. انا حاطه واحد على الغساله بتاعه الاطباق زي واحد من الكفرات دي، بصراحه هو حاميها جدا حلو. لكن انا ما انصحش ان انت تجيبي الكفر بتاع الميكرويف، لان الميكرويف كله شبك مفرغ من الجناب ومن فوق، ولا تغطيه بستيكر ولا تغطيه باي حاجه، هو محتاج ان هو يتهوى وهو ده مصدر التهويه الوحيد ليه. بصوا كده خلاص خلصتها وغسلت الشبكه بتاعتها برضو وحطيتها. هنا بقى ادخل على غسالة الهدوم. غسالة الهدوم سهلة جدا خالص الغسيل بتاعها. ابتدي ان انا اغسل الحلة كده، بتبقى من تحت الكفر بتاع البودي بتاع الغسالة. ابتدي ان انا اغسلها واغسل الباب. وبصوا الحتت الرفيعة دي، كل الحاجات دي بقى بتعبي وبر من الهدوم، بالذات هدوم الشتا بتعبي وبر كتير جدا يعني. اهو كده خلاص، والدرج كمان. كل الحاجات دي كل ما تتغسل كل ما تعيش اكتر، وبالذات كمان الغسالات الاوتوماتيك اخلعوا الحواض بتاعتها واغسلوها على الحوض. مش هتعمل ترسبات ولا المية اللي فيها صدى ولا كل الكلام ده. الفلتر بتاعها افتحوه ونضفوه كل شهر، يعني خلوا دي كلها حاجات اساسية بصراحة، والله هتخلي الحاجة معاكو حلوة جدا يعني وتعيش فترة اطول. وحتى لما تغسلي الحوض بتاع الغسالة الأوتوماتيك وتشيلي الفلتر وتغسليهم، هتحسي ان قوة الدفع المية ليه اكتر، وهتعصر كويس وكل الكلام ده. في الغسالات دي برضو ليها خرطوم من ورا وليها فلتر، انا بشيلهم وبنضفهم من ترسبات المية. برضو هنا برضو همسح الحرف بتاعها علشان خاطر تبقى نظيفة معايا. وبرضو هشيل الفلتر، انا كده شلت الفلتر بتاعها. هنشفها، انا ما بحبش ادلق ميه عشان خاطر الحاجه ما تبص، بس لكن انا طبعا بعشق دلق الميه وغسيل الحيطان وكل الحاجات دي. اهو كده برضو هبتدي ان انا انشفها كويس جدا، بحيث الحاجات دي لما بتتنشفش كويس الميه بتعمل يعني سمار كده وبتفضل كأنك ما نضفتيهاش. دي المكنسة انا هغسلها، والمكنسة دي انا ما بغسلهاش بالطريقة دي كل شهر، لانها بتاخد فترة علشان خاطر تنشف، ولو كنتي مستعجلة عليها عشان خاطر تنشف فلازم تشغلي، لازم تسيبيها يوم تتصفى من المية كويس جدا، او يومين كمان في السقعة دي، وبعدين تشغلي لها الاستشوار تنشفي بقى الحاجات بتاعتها، بحيث انها لما تيجي تشغليها التراب ما يكلكعش مع المية اللي موجودة جوه. انا هغسلها وهغسل كمان الخرطوم بتاعها. الحاجات دي بتعبي، يعني مثلا لو في اي حاجة بتتزنق في الخرطوم بالطريقة دي هتقدري ان انتي تحافظي عليها، مش هتشتري حاجة ليها خالص. المكنسة دي معايا برضو من يوم ما انا اتجوزت، وبصراحة حلوة جدا، بغسلها وبغسل الخرطوم بتاعها، بنزل اي رواسب جوه الخرطوم وبتنضف يعني بصراحة ما بتبقاش. وطبعا اي حاجة ان انت هتغسليها وهتنضفيها هتديكي قوة دفع اكتر يعني. غسلتي التلاجة هتديكي قوة برودة حلوة لانها نظيفة وريحتها جميلة. غسلتي غسالة الاطباق هتديكي برضو ريحة حلوة للحاجة، والفلتر بتاعها هيكون كويس. المكنسة هتبقى قوة الشفط بتاعتها هتكون كويسة جدا.
بصراحة الفوط الميكروفايبر حلوة جدًا، يا رب تكونوا استفدتوا حتى لو حاجة واحدة بس، حافظوا على الأجهزة بتاعتكم جدًا، ما تنسوش تعملوا لي لايك والسلام عليكم.